السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ميليسا. اليوم جبت لكم أروع وصفة تاع بسبوسة تجي مشمخة الله الله وحميمرة من الفوق كيما راكم تشوفوا البنات وتذوب في الفم. شوفوا معايا البنات، جات كي الشهدة من الداخل الله يبارك ما شاء الله. بزاف البنات ما يعرفوش يديروا يعني كمية كبيرة. اليوم جبت لكم وصفة ومقادير مضبوطة، الحجم عائلي وكبير، ان شاء الله تستفادوا معنا البنات. والوصفة سهلة مهلة بمقادير كامل موجودة في البيت. يلا معايا تعرفوا المقادير بالضبط. في طنجرة نجيبوا كأس ونص سكر، هي في الحقيقة 2 كيسان، بصح أنا نبغي حلاوة تاعها تكون معتدلة، ما نحبهاش تكون حلوة بزاف. 10 عيدان قرنفل، نصف الليمونة نقطعها إلى شرائح، 3 ملاعق من ماء الزهر، راح يعطينا هايلة بزاف. كي هو كي القرنفل يعطي رائحة رائعة جدا للبسبوسة. راح نضيف 4 كيسان من الماء، نخلط المكونات جيدا ونضعها على النار. بعد ما تهز الغلية نقصوا للنار ونخلوها 10 دقائق ونطفوا ونخلوها تبرد، يعني لازم تكون باردة باه كي نطيبوا البسبوسة تكون حامية والسيرو تاعها يكون بارد. في إناء نجيبوا 4 حبات بيض كما راكم تشوفوا البنات، 4 حبات بيض، ونضيفوا لهم كأس إلا ربع من السكر، ملعقة مبشور ليمون، قرصة ملح، وملعقة صغيرة من الفاني، ونخلط كامل بالباتير حتى يولي لنا الخليط رغوي. نطلعوها مليح مليح بالباتير حتى يبيض الخليط تاعنا. بعد ما يبيض لنا الخليط تاعنا راح نضيفوا الزيت بالتدريج، يعني على دفعات كما راكم تشوفوا. الطريقه راها واضحه جدا في الفيديو. راح نضيفوه بالتدريج حتى يثقل لنا نضيفوا ملعقه من المربى اختياري، تحبي تضيفيه تحبي ما تضيفيش، انا نحبه خاطر يعطينا ذوق رائع. نضيفوا كأس من الحليب، نخلطوا كامل الخليط حتى يتجانس كامل المكونات مع بعض. راح نضيفوا كأس من جوز الهند، الا ما عندكش جوز الهند تقدري تعوضيه بمكسرات او تعوضيه بكأس سميد متوسط. المرحله اللي من بعدها راح نضيفوا كأس من السميد، يعني كأس سميد مع كأس من كأسين من السميد عفوا، مع كأس من جوز الهند. وراح نضيفوا كيسين من خميرة الحلوى، ونخلطوا كامل المكونات جيدا حتى يتجانس لنا الخليط. في جهة أخرى نجيب الصينية تاعنا نديروا لها الزبدة باه ما تلصقناش من تحت من بعد البسبوسة. نسويها كامل على الصينية تاعي كما راكم تشوفوا البنات، نضربها شويه باه تجي معنا ليس. بعد ما طابت لنا نشعلوها على 180 درجه، بعد ما طيب لنا من تحت نشعلوا عليها من الفوق تحمار. شوفوا البنات جات حميمره الله الله. نديروا لها السيرو بعد ما برد، نضيفوا كامل السيرو تاعنا حتى تتشرب. كل ما تفرغي وتبدا تشرب وانتي تزيدي حتى تشوفي البسبوسه تاعك صاي ولات طريه ما ولات تشرب، يبقى يعني شويه. من بعد نجيبوا ملعقه من المربى ونضيفوا لها ماء الزهر باه نقولوا نخلوها شويه خفيفه. تحبي تضيفيه تحبي ما تضيفيهش، نبغي نضيفه باه كي ندير جوز الهند يلصق معايا وثاني يعطينا بنه ما شاء الله. نديروا جوز الهند للتزيين، وبعد ما نزينوها نقطعوها الى مربعات. وشهية طيبة البنات وشهيتكم في الجنة. وما اللي ما هيش متابعتني واول مرة تشوف قناتي ماذا بها دير لي جيم ودير لي متابعة ليصلها كل جديد. الى اللقاء.